ده المصور الفلاتي كونر، واللي مقضيها شمال وشمال برضه، لان اليمين ده ما عداش عليه في حياته خالص يعني، واللي ما بيصورش غير موديلز بلبس الساحل في الصيف بس. هو بيكون عنده تصوير مع مطربة وهو بيعمل لها البوستر بتاع الألبوم الجديد بتاعها، وبعد ما بياخدوا الصورة بيقول لها تعالي عندي المكتب علشان نحمض الصور مع بعض بقى. وفعلا بيدخلوا وبيعطفوا وبيلطفوا مع بعض، لكن ميل السكرتيرة بتاعته بتدخل عليه والمطربة بتقول له ايه ده، هي مش بتخبط ولا ايه؟ فبيقول لها لا، ما هو لو كل مرة خبطت هتفضل طول عمرها بره يا امي، وبعدين ما تخافيش ميل مننا وعلينا برضو. المهم بتقول له ميل ان في عنده مشكلتين، الاولى انه عنده مشوار مهم جدا النهارده وهو فرح اخوه، وطبعا كونر بيكون ناسي الموضوع ده اساسا. اما بقى المشكله التانية فهي ان في 3 بنات عايزين يكلموه في وقت واحد، وهم كيكي وتشارلز ونادية. فبيقول لها دخليهم مع بعض في مكالمه فيديو كول. فبتقول له ميل بس كده انت هتبوظ الدنيا. فبيقول لها لا ما تقلقيش انا مظبط كل حاجه. هو فعلا بيدخلوا مع بعض والتلاتة بيكونوا مستغربين، وكل واحده فيهم بتسال الاتنين التانيين معلش حبيبتي هو انت مين منك ليها يعني. وساعتها كونر بيقول لهم بصوا يا بنات بصراحه انا اعرفكم كلكم على بعض والله، وانا في الوقت الحالي فقدت الشغف ومش هقدر اكمل مع ولا واحده فيكم. والتلاتة طبعا بيفضلوا يشتموا فيه وبيقولوا عليه واطي. والمطربه بتقول له انت ايه اللي بتعمله ده حضرتك مش فاهمه؟ فبيقول لها بس انت مش فاهمه حاجه، ده انا بفضي مكان علشان ابقى فايق ليكي لوحدك يا جميل. وطبعا هي بتقتنع وبتقول له ربنا يخليكي يا سبعي. وبعد شويه بيتحرك كونر علشان يروح الفرح بتاع اخوه، وبيوصل قبل ما القس يكمل مراسم الزفاف على طول. وهناك بيكون بول اخوه فرحان جدا انه وصل، لكن ساندي عروسته بتقول ربنا يستر من اليوم ده، انا كنت فاكره ان الفلاتي الصايع ده مش جاي. ولما واحده من صحباتها بتقول لها في ايه، فبتقول لها ان كونر اخو بول وصل، وده ممكن يشقط اي واحده منكم عادي جدا، ده ممكن يشقط الفازه اللي هناك دي بالكراسي بتاعتها من غير اي مجهود. هو فعلا بيدخل كونر وبيسلم على بول وبيقول له بص ده مفتاح عربيتي، لو عايز تخلع اطلع اركب العربيه واجري وانا هتصرف. لكن بول بيقول له يا عم انا بحب ساندي وعايزه اكمل حياتي معاها. في الوقت ده بتيجي بنت اسمها جيني، ودي كانت الاكس بتاعت كونر، بتقول له خف بقى النهارده علشان مش عايزين الفرح يبوظ. فبيفضل كونر يقول لها هو انتي مالك محلوه كده ليه، انا شكلي وحشتك ولا ايه؟ لكنها بتقوله انها مش فايقاله ومركزه في الفرح. وكونر بيوعدها انه مش هيعمل مشاكل مع حد، وفعلا بيروح يبارك لساندي وباباها وبيسلم على صحبات العروسه كلهم، بس بيزود شويه تسبيل ونحنحه، وكلهم بيقولوا لبعض ايه الباد بوي الوسيم ده مش معقول. واصحاب بول هم كمان بييجوا يسلموا على كونر وبيقولوا له والله بنسمع عنك كل خير وحضرتك مثل اعلى لينا كلنا، بس كنا عايزين نعرف منك فنون الشقط السبعه. فبيقول لهم شباب مش وقته، هنقعد مع بعض وهعلمكم كل حاجه، انتوا اخواتي الصغيرين يعني. بعدها بيطلع على الاوضه بتاعته وبيشوف صوره لعمه واين اللي مات، وبيفضل كونر يقول ان ده بقى الاسطوره وهو اللي علمني ازاي اتعامل مع الستات. وبعد ما بيطلع على الأوضة بيتفاجئ إن جيني جاية تشوفه علشان كل العيلة متجمعة تحت ومستنيينه، لكنه بيفضل يقول لها اعترفي وقولي إنك مفتقداني عادي، على فكرة مش هقول عليكي مهزقة وبعدين مفيش حد موجود. لكنها بتصده وبتقوله ينزل معاها. ولما بينزل بيعرفوا بول على عيلة ساندي وبيعرفوا إن باباها ضابط سابق في البحرية. كونر بيقول لهم إنه مصور مشهور. فبيرد واحد من قرايب ساندي وبيقول له على كده بقى أكيد أنت جاي تصور فرح أخوك. لكن جيني بترد بتريقة وبتقول لا ما هو كونر مش متعود يصور حد لابس، يعني هنعمل ايه بقى يا جماعة اكل عيشه. بعدها بيجي بول وبيطلب من كونر انه يقول كلمة قبل الفرح. فبيقول كونر ان الجواز ده نظام فاشل والهدف منه تقييد حرية الراجل اللي يقدر يعيش كل يوم مع واحدة من غير ما حد ينكد عليه. وطبعا بيقول له بول يا ريتك يا اخي ما كنت اتكلمت. ولما بيحس كونر انه بوظ الدنيا بيقول لهم انه هيروح الحمام، وفعلا بيروح الحمام. لكنه بيتفاجئ لما بيشوف عمه واين. فبيقول له ايه ده يا عمو، هو حضرتك مش ميت؟ عملتها ازاي دي يا ابن العفريته؟ فبيقول له ما انا فعلا عفريت برافو عليك، بس حبيت اجيلك علشان اقولك ان كل اللي انت فيه ده مش هيدوم يا ابني، انا اللي معلمك الصياعه يعني، وانتوا رايحين كنا احنا راجعين واديني اهو ميت وبتحاسب. وانا جاي عشان اقولك ان النهارده هتجيلك 3 ستات يزوروك وهيعرفوك انت غلطت في الستات قد ايه. وساعتها بيختفي واين وكونر بيكون مش عارف اللي شافه ده حقيقي ولا خيال.
علشان كده بينزل بسرعة تحت تاني وبيروح يقعد على البار، وهناك بيتعرف على واحدة وبيقول لها هو القمر ده قاعد لوحده ليه؟ فبتقول له انا فندق مامة العروسة. فبيقول لها اراهن انك متطلقة علشان مفيش واحدة في السن ده وتبقى قمر كده. فبتقول له ايه ده عرفتي ازاي؟ فبيقول لها عيب بقى، هو انا بتاع بليلة قدامك ده انا قديم يعني. وبتفضل تتكلم معاه وبتقول له بس انت الحقيقة جاي لي في يوم مش مناسب خالص، وانا مركزة دلوقتي في فرح بنتي، بس عموما في بنت واقفة ورانا عمالة تبص عليك من ساعة ما قعدت. فبيقول لها ايوه خدت بالي، البنت ام شعر اصفر اللي لابسة فستان ازرق. في الوقت ده بتكون سيندي بتعرف جيني على صديق ليها اسمه براد علشان يكون هو العوض وينسيها كونر والحاجات اللي عملها فيها. بعدها بنشوف كونر بعد ما ساب فوندا وجات له البنت اللي كانت بتبص عليه بتقول له ان اسمها دينيس. فبيقول لها اهلا وسهلا، انتي بقى اللي بول احتسى معاكي الشاي من صحاب ساندي. فبتقول له ايه ده هاريسوح، هو بول عمل كده في واحده من الشله؟ فبيقول لها ايوه بس ده سر بينا اوعي تقولي لحد. فبتقول له لا عيب عليك. بيفضلوا يتكلموا مع بعض هما الاتنين لحد ما بيقول لها لا ده انت تطلعي الأوضة عندي بقى تستني فوق وانا هجيلك احكي لك الحوار كله. وفعلا بيطلع على الأوضة لكنه بيتفاجئ ان في واحدة تانية هي اللي مستنياه، واول ما بيشوفها بيتخض وبيقول لها ايه ده أليسون فاندر ميتش؟ فبتقوله لا انا مش مصدقة بقى، كونر ميد لسه فاكرني لحد دلوقتي، ده انا كده ممكن اموت تاني من الفرحة. فبيقول لها لا يا شيخة ما تقوليش كده. ايه تموتي تاني؟ فبتقول له ايوه ما انا مت قبل كده مرة ودلوقتي انا شبح وجاي عشان اخدك في رحلة اعرفك فيها انت عملت ايه في بنات الناس. فبيخاف منها كونر وبيقول اجري يا ماجدي، لكنها بتظهر قدامه وبتقول له انك مش هتقدر تهرب مني مهما عملت. وبتخليه يقعد جنبها على السرير وبيدخلوا في الحيطة هما الاتنين عادي جدا. وساعتها بيرجعوا بالزمن لسنة 1982 في بيت عمه واين. بيشوف نفسه لما كان صغير وكان بيلعب مع جيني في الجنينة والاتنين مبسوطين، وجيني ادت له كاميرا صغيرة هدية وطلبت منه يصورها. وبعد ما صورها قال لها ايه ده في حاجة غريبة ظهرت في الصورة، انا شايف بنت حلوة مع اني مصورك انتي. فبتضحك بقى وبيفضلوا يهزروا هما الاتنين. هو هزار التمانينات ده فعلا يا جماعة انتوا ما كدبتوش. المهم بعد شوية بيشوف اليوم اللي باباه ومامته ماتوا فيه وكانت جيني معاه وبتسنده. بعدها أليسون بتاخده لقدام شوية لما وصل للمرحلة الإعدادية وهو وجيني كانوا في حفلة. وفي اليوم ده كان كونر عايز يطلب منها ترقص معاه لكنه كان متردد لحد ما جم صحابها وقالوا لها ان نيل ده اوسم واحد في الشلة عايز يرقص معاها. وجيني وقتها كانت مترددة لكنها شافت ان كونر ما عملش حاجة وما طلبش منها يرقصوا، فقالت اما توافق بقى وخلاص. وفي اليوم ده مشي كونر متضايق وراح اشتكى لعمه واين، وعمه قعد يديله نصايح من نوعية سيب البنت تحبك حب البنت تسيبك، ولو راحت حلوة تيجي اللي احلى منها والكلام ده يعني. ولان العم دايما قدوة فواين في اليوم ده اخد كونر معاه وراحوا يسهروا في حانة. ومن اول ما دخل قال له اوعى تبص على اي واحدة من اللي حوالينا دول، الستات ما بتحبش الراجل اللي مش واثق في نفسه، ولازم تكون تقيل وتخليهم هم اللي يبصوا عليك، اصل البنات يا كونر يا ابني عاملة زي طابع البوسطة تتف عليهم يلزقوا. وفضل يديله شوية نصايح وتعليمات كده لحد ما قرر واين انه يقوم يعمل درس عملي قدامه، وراح لشلة بنات واتكلم مع واحدة فيهم لكن البنت اتضايقت وضربته بالقلم. وساعتها كونر ضحك ان عمه اتضرب لكن واين قال له اتقل بس شوية. وفعلا في اقل من دقيقة جت صاحبة البنت دي واعتذرت لواين وقالت له ما تزعلش من صاحبتي هي مش قصدها. فبص واين على كونر وقال له شفت بقى ان كل حاجة مترتبة. وهنا اتعلم كونر ان اهم حاجة ما يرجعش بايده فاضية، يعني حتى لو راح يتعرف على واحدة وما جاتش معاه سكة مش مشكلة خالص، يتعرف على اللي جنبها عادي جدا. بعد شوية بتاخده أليسون لقدام شوية كمان بعد ما كونر كبر وبدأ يشتغل في مجال التصوير ويتعرف على موديلز. وفي يوم كان سهران وقابل جيني في المكان اللي سهرانين فيه، وساعتها كان مبسوط جدا وهي كمان كانت مبسوطة وعرفت انه بقى مصور. وفضلت تقوله ان هي اللي جابت له اول كاميرا في حياته، وبدأوا هما الاتنين يقربوا من بعض لحد ما قرروا انهم يرتبطوا. وبتقول أليسون لكونر فاكر الفترة دي تقريبا اخر مرة كان قلبك شغال فيها وكان عندك مشاعر واحاسيس لحد ما جه اليوم
اللي كونر وجيني كانوا مع بعض في البيت عندها علشان يفرجها على الساعة اللي بتنور في الضلمة. يعني يا جماعة ما تفهموش غلط. وجيني قالت له لا يا حبيبي، مش أنا اللي تاخدها لحم وترميها عظم، انت جيت هنا ووريتني ساعتك اللي بتنور في الضلمة هنا، يبقى تبات هنا، لكن أنا مش شمال تجيني مجروحة دويك بعدها تروح تنام. لا عندك مبادئ الصراحة يا بنتي يا جيني. المهم اعتذر لها كونر وقال لها انه هيبات عندها النهارده، لكنه استنى لما راحت في النوم وقام روح البيت. وده خلى جيني لما صحيت تاني يوم تقول على كونر ندل وما ينفعش تعتمد عليه، وقررت انها مش عايزة تعرفه تاني. بعدها بتاخده أليسون لمكان وبيتمشوا فيه، وكل ما بيتمشى بيلاقي واحدة بتقوله الله يحرقك دمرت حياتي، واللي تقوله وحشتني، واللي تقوله انت بتخني انا، لحد ما المكان كله بيتملي ستات وكلهم بيفضلوا يمدوا ايديهم وعايزين يمسكوه. وكونر بيفضل يصرخ لحد ما بيقوم من النوم، وعلى طول بينزل تحت وبيجري على المطبخ علشان يدور على اي حاجة يشربها وتهديه شوية. هو بيمسك ازازة وبيطير الغطا اللي فوق ده، لكن المشكلة ان الغطا ده بيخبط في التورتة بتاعت الفرح واللي كانت من كذا دور، لكنه بيلحق التورتة قبل ما تقع. وبيفضل يحاول يلحق السنادة بتاعت التورتة برجله علشان ما تقعش، وطبعا مش بيعرف والتورتة بتقع على الارض والدنيا بتتبهدل. وساعتها ساندي بتجري وبتشوف المنظر ده وبتحس ان جالها انهيار عصبي، وبتفضل تصوت وتقول الفرح هيبوظ يا ناس، كونر مش عايز الفرح يكمل يا ناس. لكن جيني بتطلب منها تهدى وبتقول لها انها هتتصرف في الموضوع ده. وفعلا بيقعد كونر ينظف الارض ويحاول انه يصلح التورته، وجيني بتقول له هو انت مش هتبطل العاده اللي فيك دي، كل ما تبقى في حاجه يمين عايز تبوظها وتخليها شمال. فبيقول لها انا هريحكم مني خالص وهطلع الاوضه انام لحد ما الفرح يخلص. وفعلا بيطلع على الاوضه بتاعته، لكنه بيلاقي بنت بتنادي عليه، فبيقول يا دي النيله شبح تاني. وبيطلع يجري، لكنها بتكون واحده من صحبات العروسه عادي يعني، وبتفضل تنادي عليه. فبينزل كونر يركب العربيه وبيتفاجئ بميل قاعده جوه وبتقول له انت رايح فين؟ مفيش هروب. فبيقول لها انت بتعملي ايه هنا؟ وبيحاول يمسكها، لكنه بيتفاجئ ان ايده بتعدي عادي جدا. وساعتها بتقول له انها شبح وجايه تاخده في رحله. فبيقول لها يا سلام، بس أليسون كانت ميته، انما انت ايه بقى؟ فبتقول له ما تركزش في التفاصيل عشان ما تهيش. وبتاخده في رحله المره دي بس للحاضر. هو بيدخلوا يشوفوا ساندي اللي كانت عماله تقول انا كونر ده غبي وبيبوظ كل حاجه، لكن بول بيفضل يقول لها انه بيحبه لانه اخوه الكبير وهو اللي علمه كل حاجه في حياته وبيدعمه دايما. بعدها بيدخلوا المطبخ وبيشوفوا ان براد بيحاول يتكلم مع جيني، وجيني بيكون واضح عليها انها مستلطفاه. وقبل ما يتكلم كونر بتاخده ميل وبيروحوا للثلاث بنات كيكي وتشارلز ونادية اللي عارفهم الثلاثه مع بعض. وميل بتفضل تهديهم وتقول لهم والله يا بنات كونر ده واطي واتفه بكتير من انكم تزعلوا عليه يعني. بعدها بيتفاجئ كونر انه خرج من البيت اللي فيه الثلاث بنات وقابل عمه واين في الشارع، وبيفضل يقول له ان فاضل واحده هتجيله كمان شويه. وفجأة الدنيا بتمطر وبيقع عليه مناديل، وعمه واين بيقول له تخيل ان دول البنات اللي عيطوا بسببك في حياتهم، ودي المناديل اللي استخدموها. وكونر بيقول له لا ده كده الموضوع مش هيخلص بقى، وبيطلع يجري بالعربيه بتاعته. وبعد شويه بيفوق وبيلاقي نفسه رجع لمكان الفرح تاني، لكن المره دي بيلاقي ساندي بتتخانق مع بول بسبب انها عرفت من دينيس ان بول عرف واحده منهم قبل كده بس ما قالتش هي مين. وبول بيفضل يقول لها ان ده كان زمان، لكن ساندي بتكون مصممه انها تلغي الفرح وبتقول ان بول خاين ومش عايزه تكمل معاه. وساعتها بول بيزعق لكونر وبيقول له امشي من هنا عشان انت اللي بوظت كل حاجه. وكونر بيحاول يشرح له وبيكون زعلان انه بوظ الفرح من غير ما يقصد، لكن لما بيلاقيه مصمم بيلم حاجاته فعلا وبيخرج بره. وساعتها بتظهر له العفريته الثالثه اللي بتاخده بقى للمستقبل. هو بيشوف نفسه في كنيسه وجيني عروسه وبيفرح وبيقول كنت عارف اني هتجوز جيني في الاخر والله، لكنه بيتفاجئ لما بيلاقي براد هو العريس وبيفضل يقول لا ده اكيد كابوس. وبيكون متضايق جدا وبيشوف بول اخوه وهو قاعد لوحده ومفيش في ايده خاتم الجواز، وبيعرف انه بوظ حياته. بعدها العفريته بتاخده علشان يشوف الجنازه بتاعته، وهناك مش بيلاقي غير واحد بس وهو بول اخوه بعد ما بيكون عجز جدا وكبر. وبيبقى كونر زعلان انه هيكون لوحده لما يموت. فبيجيله عمه واين وبيقول له امال انت كنت مستني جنازه شعبيه ولا ايه؟ ده انت عيل فلاتي وما شفتش بربع جنيه تربيه. وبيرميه هو والعفريته في حفره
الحارة وهو بينادي على كل البنات اللي أذاهم في حياته علشان يرموا عليه التراب ويدفنوه. هو كونر بيفضل يصرخ لحد ما بيقوم من النوم، وساعتها بيفرح جدا إنه لسه عايش. هو بيقوم يجري بسرعة علشان ينقذ فرح أخوه، وبيقابل بول وبيسأله عن ساندي، فبيقوله إنها أخدت العربية ومشيت. هو بيفضل يقوله أنت السبب وأنت اللي دمرت لي حياتي، لكن كونر بيوعده إنه هيصلح كل حاجة زي ما بوظها. هو فعلا بيجري بالعربية لحد ما بيلحق ساندي. هو باباها بينزل وبيقوله مش هسيبك تتكلم مع بنتي، فبيضربه كونر وبيقوله ريح انت بس يا عمو دلوقتي. هو بيفضل يتكلم معاها وبيقول لها ان مهما كان الشعور اللي عندك دلوقتي سواء كان غضب او غيرة مش هيجي حاجة جنب شعور فقدان الشخص اللي بتحبيه. هو بيفضل يتحايل عليها ما تدمرش حياتها ولا حياة بول، وبيقول لها ان بول بيحبها. وفعلا ساندي بتقتنع وبتوافق تروح معاه، وجيني بتبص عليه وبتستغرب الكلام اللي بيقوله ده وبتكون فخورة جدا بيه. بعد شوية بنشوف ان الفرح كامل الحمد لله وساندي رجعت لبول. بيطلع كونر يقول كلمتين جد عن أهمية الإخوات وإن الواحد بيحس بقيمة الحاجة لما بتضيع منه. وبتيجي بنات تقوله إنهم عايزين يتصوروا معاه، فبيصورهم وبيقول لهم خلاص أنا تبت ومش عايز حاجة تاني. هو بيقرر إنه يروح لجيني وبيعترف لها إنه اتغير، وبيقول لها إنه هيفضل طول عمره بيحبها ومش هيزعلها أبدا. وجيني بتقوله إنها موافقة تديله فرصة تانية، فبيقول لها do you love me، فبتقوله do you. والحكمة بقى اللي احنا طلعنا بيها من أم الموال البامبي المسخسخ ده، قومي يا بت وخدي الاكس الباد بوي، لان ده هيبقى عارف قيمتك ومش هيلعب بديله خلاص. وابعدي يا اختي عن اللي عامل لي فيها جود بوي، ده بقى هيبيعك مع اول فطار هتحضره له الانسه هايدي في الشغل. وشكرا يا فندم.